السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا وأصدقائنا، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. إذا كنتوا جداد ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالنا. وإذا كنتوا من أهل الدار فراه الدار داركم، مرحبا وألف مرحبا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا وليداتكم وعائلتكم بخير وعلى خير. جيناكم اليوم فيديو جديد، الحلقة الثامنة من مسلسلنا الشيق إلى ذاق الحل. كيف شفنا أصدقائي في الحلقة السابقة، أي الحلقة 7، أن عفا بدات كتجيها الغيرة من فرح على راجلها. وشفنا أيضا أن الحلقة ديالنا سالت فاش عفاف وجهت، عفوا نعمة وجهت عتيقة بلي أنها سميتها خديجة وما سميتهاش عتيقة. وعتيقة بدات كتدخل عليها وتخرج في الهضرة، قالت لها بلي عندها جوج سميات. أصدقائي، نبدأ معكم دابا أحداث الحلقة 8 من مسلسلنا الشيق إلى ذاق الحال. كيف سبق لينا وشفنا ان نعمة كان جاها واحد الاتصال في الهاتف ديالها، داك الشخص اللي هضر معاه كيخبرها ان الام ديالها غادا تخرج، وعطاها لا دات اكزاكت فاش غادي تخرج الام ديالها. من بعد غادي نشوفوا ان داك الشخص اللي هضر معاها وقال لها ان الام ديالها غادي تخرج، هو الشخص اللي معاونها، هو اللي مسكنها، هو اللي عطاها الطوموبيل وخلاها خدامه، يعني بحال نقولوا الشاف ديالها. نعمة، عفوا هذاك الشخص خطب نعمة وقال لها بلي خصها تسكن الأم ديالها عندها، لأنها ما عندهاش فين تسكن. غنشوفوا أيضا أن هذاك الشخص اللي كان كيعاون نعمة واللي قال لها بلي خصها تخلي الأم ديالها عندها، هو نفس الشخص اللي غادي يعاون فرح. لأنه غادي يجي للدار عند نعمة وتما فين غادي يشوف فرح، غادي يطرا واحد الإعجاب بيناتهم. وكيف سبق لي وقلت لكم ان الابن ديال فرح ما غاديش يبقى عايش، غادي يموت، لان كيف شفنا ان عفاف خرجتها ولدتها غير عند القابله، وهذاك الوليد كان خاصو الطبيب كيف ما كان فرح حتى هي خاصها تمشي للطبيب. وغادي نشوفوا ايضا ان فاش غادي تخرج الام ديال نعمه غيكونوا البنات كانوا ناشطين بيناتهم حتى كتدخل عليهم الام ديال نعمه. وكيف عارفين ان بحريه كتبقى كتسول بزاف شكون هادي وعلاش اش منين دخلوها، غادي تبقى على نعمة شكون هاد السيده واش علاش بغات تكون معنا وحنا ما بقاش عندنا فين، وحنا ولا اللي كيجي اللي جا كيدخل عندنا. غنشوفوا ان نعمة ما غاديش تقول لهم بلي الام ديالها، غادي تقول لها هي واحد السيده اللي كبيره غادي تجلس معنا في الدار، ومرة غتبدا تعاونكم في الشقه. أصدقائنا، مسلسلنا مليء بالأحداث اللي جد مشوقة. نتمنى يكونوا نالوا إعجابكم الأحداث اللي خبرناكم بهم اليوم عفوا. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله مع حلقة جديدة إن شاء الله. كيف العادة ما تنسوش إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلي لايك ولي كومنتير زوينين ديالكم. شكرا لكم، ونتلاقاو في فيديو جديد مع حلقة جديدة إن شاء الله.